السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. اوعى تدخل الكليه من غير ما تعرف الكلام ده. لو انت لسه في مرحله اختيار الكليه او مجموعك ظهر وبدات تقول ادخل كليه ايه، اختار ايه، الكليه دي حلوه او لا، استنى ثانيه واحده، لان ممكن قرار تاخده في كام دقيقه تندم عليه بعد كده سنين. وما تصدقش اي حد يقولك ادخل الكليه دي عشان ليها شغل، او الكليه دي سهله، او دي كليه قمه يبقى لازم تدخلها، لان اختيار الكليه مش مسابقه مين دخل كليه اسمها اكبر، او اختيار الكليه مرتبط بشخصيتك انت وقدراتك والمواد اللي هتدرسها وفرص الشغل بعد التخرج. وعشان كده في الفيديو ده هقولك اهم الحاجات لازم تعرفها قبل ما تكتب رغباتك او تقدم في اي كليه. اول حاجه، ما تختارش الكليه عشان اسمها بس. اكبر غلطه ممكن تعملها انك تختار الكليه بسبب اسمها بس. يعني تسمع ان كليه معينه مشهوره فتقول خلاص دي لازم ادخلها، لكن السؤال الحقيقي مش اسم الكليه ايه، السؤال هو انا هدرس ايه جوه الكليه دي. افتح اللائحه او الموقع الرسمي للكليه وشوف المواد. هتدرس لغات ولا رياضيات ولا برمجة ولا علوم او قانون ولا ادارة، ولا اصلا هي مواد لغات فانت تدرس ترجمة، ولا مواد عملية. ان ممكن تدخل كلية شكلها ممتاز من بره وبعد اول سنة تكتشف ان المواد مش مناسبة ليك خالص، فما تختارش الكلية من اسمها. اختارها بعد ما تعرف هتعيش ايه جواها. تاني حاجة، اعرف الفرق بين الاقسام والتخصصات. في كليات كتير جدا الكلية نفسها بتضم اكتر من قسم وتخصص، ودي معناه ان دخولك الكلية مش دايما معناه انك خلاص حددت مستقبلك. ممكن يكون قدامك اكتر من قسم، وكل قسم له مواد وطبيعة دراسة وفرص مختلفة. فلازم قبل ما تختار تسأل، هتسأل نفسك وهتسأل اللي معاك اكتر من سؤال. هل التخصص ده بيبدأ من اول سنة ولا بعد سنة او سنتين؟ وايه شروط دخول القسم اللي انا عايزة اخشه اصلا؟ هل في تنسيق ده، في اختبار او مقابلة شخصية؟ وايه الاقسام الموجودة اصلا في الكلية؟ وما تعتمدش على كلام صاحبك بس او الكلام اللي حد قاله لك، لان نظام الكلية ممكن يتغير، والافضل انك ترجع للمصدر الرسمي للجامعة او الكلية. كلية بيكون لها مصدر، المصدر ده اللي احنا بنجيب منه المعلومات، زي الشؤون، زي ان حد كان فيها واتخرج وهكذا. تالت حاجة، ما تسألش الكلية ليها شغل وبس. السؤال ده ناقص. لما تسأل حد الكلية دي لها شغل ممكن يقولك اه طبعا، بس انت محتاج تعرف شغل ايه الوظايف اللي ممكن تشتغلها بعد التخرج. هل محتاج لغة اصلا مهمة؟ هل الكمبيوتر البرامج مهمة؟ هل في شهادات مهنية ممكن تساعدك؟ لان في مجالات كتير الشهادة بتكون مجرد بداية. يعني انا هاخد الشهاده بتاع الكليه بس هي دي بدايه، دي مش حياتي، انا ما خلصتش كده، انا خدت بس نقطه كده في بحر وهبدا اكمل انا بقى. والطالب اللي بيبدا يتطور من نفسه اول سنه بيكون عنده فرصه ان هو يتخرج وهو عنده مهارات فعليه، قادر يتكلم، قادر يتصرف، قادر مهما الدنيا بتديله وهو بيقدر يتصرف كده. فبدل ما تسأل الكلية ليها شغل، اسأل ايه المسارات المهنية اللي ممكن اوصل ليها من خلال الكلية دي، وايه المهارات اللي محتاجة، ودي فرق كبير جدا. رابع حاجة، ما تصدقش جملة دي الكلية سهلة او مفيش كلية هتنجح فيها لمجرد ان الناس قالت انها سهلة. مفيش حاجة اسمها كده. كل كلية فيها مواد محتاجة مذاكرة والتزام، وفي محاضرات بتحضرها، وفي سكاشن عليها درجتين لو ما خدتهمش بتنقص. كل الحوارات دي، كل كلية فيها مواد محتاجة مذاكرة والتزام، وفيها دكاترة وفيها معيدين وفيها طلاب وفيها كل حاجة. كل كلية لها كل حاجة، نفس كل حاجة، بس هي الفكرة كلها ان هي الكلية بتختلف من مجال لمجال. آه يعني لو انت في نفس الوقت الكلية اللي ممكن تكون سهلة بالنسبة لشخص ممكن تكون صعبة بالنسبة لشخص تاني، وده طبيعي. يعني لو انت بتحب اللغات الدراسة بتاع اللغات ممكن تكون متعة بالنسبة لك، ان انا داخل الكلية اتمتع واخد كام حاجة واطلع منها يكون معايا شهادة وابدأ اشتغل مع نفسي وهكذا. لكن لو مش بتحبها ممكن تحس ان كل مادة فيها صعبة. عشان كده ما تختارش الكلية على اساس دي سهلة، اختار على اساس هل انا مناسب لطبيعة الدراسة دي. خامس حاجة، اعرف المصاريف، وده بوينت مهمة جدا، وكل التفاصيل قبل القرار. يعني قبل ما اخد القرار ده انا هشوف انا الكلية اللي انا عاوزها هي ايه الدنيا فيها. ودي نقطة ناس كتير بتنسى تسأل عليها. لو الكلية او البرنامج فيه مصاريف لازم تعرفها قبل ما تختار. واعمل حسابك ان في مواصلات، في سكن، في كتب، في ادوات، في مصاريف اضافيه، حطها دايما في حسابك. وما تبصش على مصاريف السنه الاولى بس، لان هي كل سنه بتختلف. يعني في كليه ممكن اكون داخل الكليه ب10 او ب100 الف مثلا، وبعد شويه تمام بلاقيها ان هي مثلا
بقت مثلا ب20 ب30. فالموضوع ان احنا لازم نعمل حسابنا. اعرف الصورة كاملة، يعني كل ما تكون احسن كل ما تكون قادر انك تعرف الكلية ايه الدنيا فيها. تمام. لان القرار مش مجرد انا مجموعي يسمح لي ادخل، لكن كمان هل هقدر اكمل في المسار ده بشكل مريح وهجيب تقدير وهطلع متميز وهكون كويس ولا لا. سادس حاجة، اسأل طلاب حاليين وخارجين. يعني انا مثلا كنت خريجة، فانا كنت ايام الكليه كان معايا بنت اسمها روان، ربنا يرضى عنها يا رب، يعني وحقق لها كل حاجه. لما كنت بتزنق في حاجه او في دكتور او في اي حاجه كنت بقول لها ايوه يا روان في ايه، حصل كذا، ده انا الدكتور ده هيديني. فهي كانت بتديني معلومات. اسالوا حد يعني من الدفعات الاكبر، ده معنى كلامي. لو محتار بين كليتين حاول تكلم حد بيدرس فيهم فعلا. يعني لو انا محتار بين اداب والسن، اسال حد في اداب وحد في ألسن. طيب ايه الدنيا فيهم؟ مش بس تسألوا الكلية حلوة، اسألوا أسئلة محددة. المواد عاملة ازاي؟ الدراسة عملية ولا نظرية؟ الحضور اللي فيها عامل ازاي؟ الامتحانات بتكون شكلها ايه؟ ايه اصعب حاجة في الكلية؟ ايه اكتر حاجة عجبتك في الكلية؟ لو رجع بيك الزمن كنت تختارها تاني ولا لا؟ بس احنا سبحان الله يعني القدرة بتاعتنا بتختلف من شخص للتاني. فبس الحاجات دي احنا على الاقل بنكون حاطينها في الحسبان. لكن خليك فاكر ان صلى الله على محمد ان تجربة شخص واحد مش قانون على كل الناس. ممكن شخص يكره تخصص معين وشخص تاني يكون شايفه مناسب جدا. فاسمع اكتر من رأي وبعدها قرر بنفسك، واعمل سيرش وابحث وكده. سابع حاجة، ما تدخلش الكلية عشان ترضي حد، وده اهم بوينت. يعني المفروض كنت اقولها في الاول خالص بس حصل خير. اهلك اكيد عايزين مصلحتك، واصحابك ممكن يكون بيحاولوا يساعدوك وبيحبوك كمان، لكن في النهايه انت اللي هتدرس، انت اللي هتذاكر، وانت اللي هتكمل الطريق. فما تدخلش كليه لمجرد ان صاحبك دخلها، او ما تدخلهاش عشان حد قالك ده كليه ناس شاطره، وما تدخلهاش عشان خايف من كلام الناس. اسمع النصايح طبعا، لكن القرار النهائي لازم يكون مبني على معلومات حقيقيه، مش ضغط او مقارنه، او عشان انا بنت خالتي دخلت او ابن خالتي دخل او ابن عمتي او ابن. الموضوع مش مقارنه، الموضوع انا هتحمل او لا، انا همشي ولا لا. تامن حاجه، اعمل مقارنه قبل ما تختار الكليات. قبل ما تكتب رغباتك خد الورقه واكتب الكليات اللي محتار بينها، وتحت كل كليه اكتب المواد، الاقسام، مدد الدراسه، طبيعه الدراسه، فرص العمل، المسارات المهنيه، المهارات المطلوبه، المصاريف، المسافه والمواصلات. وهقول لكم بوينت. بصوا يا شباب، لو انا قدامي كليتين هما الاتنين كويسين ولهم فرص شغل وكل حاجه كويسه جدا، بس انا مثلا ممكن في كليه اقرب فناخد الكليه الاقرب ليا، بلاش اضطراب وسفر الموضوع ده صعب. هل هتناسب شخصيته وقدراتي ولا لا؟ هتتفاجئ ان الكليه اللي انت كنت شايفها افضل اختيار ممكن تكتشف انها مش الانسب ليك. الخاتمه وفي النهايه عايزاك تفتكر جمله واحده بس، هي ما تدخلش الكليه اللي الناس شايفاها احسن، ادخل المكان اللي انت فاهمه ومناسب ليك. قبل ما تختار اعرف هتدرس ايه، اعرف الاقسام، اعرف طبيعه الدراسه، اعرف المسارات المهنيه، اسال طلاب وخريجين، واعرف كل التفاصيل اللي ممكن تاثر على قرارك. وما تخليش مجموعك او كلام الناس هو العامل الوحيد اللي يحدد مستقبلك. ولو انت لسه محتار ومش عارف تختار بين كليات ايه، اكتب له في التعليقات. انا كده بكون قافلاها ومش هرد، بس يعني كده يعني. ان شاء الله انا هحاول يعني انزل فيديوز تاني عن ايه الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها واحنا في قلب الكليه، لكن الفيديو ده كان عن قبل ما اختار الكليه اصلا. ومتنسوش تدعوا لي، والسلام عليكم، باي.